الاخباري من كل مكان من امام مجمع محاكم شبين الكوم. معاكم في تفاصيل الزوج اللي انهى حياه زوجته ورماها على بحر سيف. هنشوف محامي الاسره عمل ايه. الاعدام على الزوج. عاوزين نعرف تفاصيل القضيه النهارده وتفاصيل ايه اللي حصل في اول جلسه. النهارده اول جلسه استئناف للقضيه اللي طبعا الجميع عارفها، قضيه بحر سيف، مقتل زوجه على ايد زوجها عشان رفعت عليه قضيه خلع. ايوه. وعشان راحت تستغيث باهلها. القضيه ديت يعني هي كانت رفعت عليه قضيه خلع ليه؟ رفع قضيه خلع عشان مش قادره تعيش معاه. هي كانت زوجه ثانيه صح؟ كانت زوجه ثانيه ليه، عشان الزوجه الثانيه وكان انفصل عنها. تمام. مخلف منها 4 اولاد، ما صنش عيش وملح، ما صنش ال4 اولاد، ما صنش اي حاجه. زوج طالع من بيته في الصف جيزه متجه للمنوفيه 150 كيلو عشان يصالح مراته بسكينه. ده الكلام اللي اتقال عن طريق العمده اللي راح يقعد معاه وعن طريق الجيران. الجيران اقروا بكل حاجه، هو قالها فعلا في الواقعه في تحقيقات النيابه. كان بحوزته السكين، هل قال ايه بخصوص ان كان في موجود سكين معاه؟ معاه؟ السكينه دي انا كنت واخدها عشان اسنها في شغلي. طب انت شغلك في القاهره، جاي المنوفيه وراجع تاني بالسكينه ليه؟ هو تربص بيها في الطريق العام. هو قعد يخطط في بيته ويقول انا هاخد السكينه وهروح للعمده وهروح اعمل واسوي في تخطيط. هل كامل. ايه اول حكم كان اخده؟ كان واخد اعدام. كان واخد اعدام. باذن الله الحكم اتأيد. اول جلسات استئناف. تمام. حضرتك طلبت بايه النهارده؟ النهارده طلبت بتأييد حكم اول درجه القصاص العادل باذن الله. باذن الله. الاستئناف كان بناء على ايه يعني؟ هو لا، اي متهم له حق الاستئناف زي الجنايات. استند لايه بقى في الاستئناف بتاعه؟ هو بقى عايز يغير الكود والوصف. وفي ليلة سرح عايز يغير الكود والوصف. انت لما تقف قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد الى ضرب افضل منه. تمام. شكرا. حضرتك كلمني عن المتهم قال ايه؟ اللي كانت في الزوجه. الاعترافات. كان بينفي الاعترافات طبعا اللي هو اعترف بيها اول. انا بحبها وخايف عليها. واحد بيحب زوجته يموتها؟ اكيد لا. والدتها. هو كان يعني انا فاكره ان ايامها قال ان هو كان جاي يصالحها جاي يصالحها تمام. فضل بالليل متربص ليها في مكان بايت لحد تاني يوم عشان يروح يصالحها عشان يموتها. طيب المحامي في النيابه قال ايه؟ قصدي عفوا في المحكمه كان عايز يغير يطلب بتعديل الكود والوصف من قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد الى ضرب افضل موت. النهارده